أهلا وسهلا ومرحبا بكم خوتاتي في هذا الفيديو هذا على قناة بروف أيوب. إن شاء الله هذا الفيديو مخصص للناس يلا شدوا البكالوريا بالتوفيق لكم إن شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نشرح لكم مجموعة ديال المدارس اللي كيحولوا بالأخص المهنة ديال التعليم. فاللي يعني مهتم بهذه المهنة فما عليه غير تفرج في الفيديو، لأنه غادي نوريه أهم المدارس اللي كاينين وكاع الحوايج اللي يقدروا يعاونوا. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نهضروا أولا على أسماء ديال المدارس اللي كاينين والتخصصات اللي كاينين يعني في كل مدرسة، وكذا الشروط للترشيح والولوج لهذه المدارس والآفاق المهنية بعد الحصول على شهادة الإجازة. بالنسبة للمدارس اللي عندنا فهما ثلاثة: المدرسة العليا للأساتذة، المدرسة الوطنية للتربية والتكوين، وكلية علوم التربية. بالنسبة لهاد المدارس هادو راه دارت استقطاب يعني محدود، فهاد المدارس يعني كيكون واحد الانتقاء أولي لابخي سيليكسيون، يعني كيشوفوا النقط ديالك، النقط اللي جبتي واللي باغي المادة اللي باغيها، يعني النقطة شحال جبتي فيها وشحال جبتي يعني النقطة العامة ديال البكالوريا، زيادة على يعني واحد الاختبار كتابي وشفوي على حسب التخصص اللي داير نتايا. وبالنسبه للتخصصات اللي كاينين فراه كيختلفوا من مدرسه لمدرسه اخرى. بحال دابا مثلا في المدرسه العليا للاساتذه اللي كاينه في الرباط تقدر تلقى فيها اللغه العربيه واللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، مما تقدرش تلقى فيها المواد الاخرين. ولكن يعني غير قلبوا وعرفوا كل مدرسه يعني في كل مدينه شنو كتطلب وشنو فيها يعني من التخصصات. فهادو هما التخصصات اللي كيكونوا بزاف، يعني المواد العلميين راه باينين: اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه، اللغه الانجليزيه، الاجتماعيات والفلسفه. وبالنسبه للشروط اللي خصهم يكونوا عندي باش ندفع لهاد المدارس هادو، فراه خص اولا نقطه البكالوريا ما تكون ما بين 13 و 16، ماشي ديما على حسب ديك السنه مثلا هاد السنه الا كانوا النقط اللي الناس اللي دفعوا لهاد المدارس كانوا النقط ديالهم طالعين، فبالتالي غادي يطلع النقطه ديال الانتقاء. وثانيا النقطه عاوتاني ديال الماده ما خصهاش تقل عن 14، الماده اللي بغيتي تختارها. والنقطه ديال اللغه الفرنسيه ما خصهاش تقل عن 12، والسن ما خصوش يتجاوز 21 عام. وبالنسبة للآفاق غادي نشوفو التدريس. فهاد المدارس هادو كيكرسوك على انك كتكرس حياتك وكتكرس المستقبل ديالك في مهنة التدريس. اذا اختي اخي بغيت نعطيكم نصيحة: الا كنتي باغي هاد المهنة بصح فديك الساعة غامر وحاول انك يعني تعلم مهارات كتار باش تقدر انك يعني تاخذ فرصة كبيرة في المجتمع. وانما الا ما كنتيش كتعجبك هذه المهنة وباغي غير ديرها غير حيت ما مثلا بغيتي غير ديرها شي صاحبك دارها ولا شي حاجة، فانا ما كنصحكش انك دير هذه الخطوة هذه. فراه غادي تكون فقط كتضيع المستقبل ديالك وكتضيع حياتك وكدير شي حاجة انت ما باغيهاش. فداك الشيء علاش اختي اخي دير الحاجة اللي باغيها وما تصنش هضرة بنادم. اذا اخوتي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو. اذا الى فيديو قادم ان شاء الله، تهلاو في راسكم والله يسهل عليكم.